قبل ما تحكم على رصاصة اسمع حكاية الرصاصة اللي كسرت قارة وغيرت شكل العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي ودي حلقة جديدة من قناة خط. النهاردة الخط بتاعنا راجع لأكتر من 100 سنة، لأيام كانت أوروبا كلها على وشك الانفجار. احنا النهاردة بنحكي عن الحرب اللي بدأت برصاصة وانتهت بدم في نص كوكب الأرض، الحرب العالمية الأولى. خليني أخدك لأول مشهد. أوروبا قبل 1914 كانت عاملة زي غرفة فيها غاز، والدول واقفة ماسكة كبريت ومختلفين على كل حاجة. سباق تسلح عنيف، كل دولة عايزة سلاح أكتر من التانية. سباق احتلال، كل دولة عايزة أرض أكتر من جارتها. تحالفات معقدة، لو دولة دخلت حرب 5 دول تانية لازم تدخل وراها، والنتيجة إن أي شرارة صغيرة ممكن تشعل القارة كلها. لما أقول شرارة صغيرة أقصد الرصاصة اللي غيرت العالم. يوم 28 يونيو 1914 ولي عهد النمسا والمجر فرانز فرديناند كان بيزور العاصمة سراييفو في البوسنة. شاب صربي اسمه جافرييلو برينسيب كان شايف إن وجود النمسا في البوسنة احتلال، فقرر يضرب. طلع المسدس وضرب فرناند وزوجته وماتوا. هنا العالم كله وقف، لكن الإمبراطورية النمساوية المجرية ما وقفتش. أعلنت الحرب على صربيا. صربيا راحت جايبة روسيا حركت الجيش. ألمانيا دخلت تحارب روسيا وفرنسا. بريطانيا دخلت تدافع، وبكده أوروبا كلها بقت مولعة في أسبوع واحد بس. خليني أشرح لك الصورة بسرعة. الدول اتقسمت لمعسكرين كبار. المعسكر الأول هم دول الحلفاء، بريطانيا فرنسا وروسيا، وبعد شوية أمريكا دخلت ومعاهم إيطاليا ودول أصغر. المعسكر الثاني القوى المركزية، ألمانيا، النمسا والمجر، الدولة العثمانية وبلغاريا. الحرب دي مش مجرد جنود يركضوا في أرض مفتوحة، لا دي أول حرب الناس تبني فيها مدن تحت الأرض. خنادق بالمئات تمتد من ساحل فرنسا لحد بلجيكا. جنود عايشين وسط الطين والفئران والمطر والبرد والغازات السامة. الغاز، أيوة الغاز، لأول مرة العالم يشوف الغازات السامة كسلاح. غاز الخردل والكلور اللي بيخلي الجنود ينهاروا في ثواني. والأول مرة كمان الدبابات، الطائرات المقاتلة، الرشاشات التقيلة اللي بتوقع مئات الجنود في دقايق. لكن الحرب مش كلها جبهات غرب، في الشرق كمان الدنيا كانت مشتعلة. روسيا بتحارب ألمانيا، وسنة 1917 تنفجر فيها ثورة كبيرة، الثورة البلشفية بقيادة لينين. روسيا خرجت من الحرب تماما وركزت في الثورة، وده كان أول زلزال سياسي من زلازل الحرب. وقف معايا هنا لأن ده معناه إن ألمانيا خلاص اتفرغت للجبهة الغربية وبدأت تهاجم أقوى من الأول. لكن فجأة يحصل حدث يثبت إن حتى وسط الحرب الإنسانية ممكن تظهر. وتنت عيد الميلاد 1914. القصة دي غريبة ودرامية لدرجة إنها تشبه الأفلام. في ليلة 24 ديسمبر سنة 1914، بعد شهور من الدم والبرد والجوع والخنادق اللي كانت بتبلع الجنود، مفيش حد كان متوقع إيه اللي هيحصل. الجنود الألمان قاعدين في الخنادق بتاعتهم، وفجأة صوت غنى هادي يطلع من بعيد. كانوا بيغنوا ترنيمة عيد الميلاد الشهيرة شتيل ناخت. الإنجليز وقفوا من المفاجأة، سمعوا اللحن، وبدل ما يردوا بالنار ردوا بالغنى، نفس اللحن بس بلغتهم، سايلنت نايت. دلوقتي تخيل المشهد، الجنود من طرفين متصارعين بشراسة بيغنوا لبعض. بعد شوية واحد من الألمان طلع من الخندق رافع ايده. البريطانيين خافوا في الأول، لكن شافوا إنه مش شايل سلاح، وبعدين خرجوا واحد ورا التاني، وفجأة كل الجنود واقفين في نص الأرض اللي كانوا بيموتوا عليها من يومين. بدل ما يضربوا بعض سلموا على بعض، أدلوا هدايا صغيرة، شربوا مع بعض، وبعض الأماكن لعبوا ماتش كورة حقيقي بين أعداء في نص الجبهة الغربية. الضباط اتجننوا، القيادات معرفوش يستوعبوا إيه اللي حصل. لكن اليوم ده ثبت إن حتى وسط أفظع الحروب ممكن يظهر جانب من الإنسانية. اليوم اللي بعده رجع كل واحد للخندق بتاعه، والحرب استمرت، لكن القلوب اتأثرت باللحظة دي وبقت رمز للسلام حتى لو كان مؤقت.
نروح بقى للدولة العثمانية، دولة ضخمة لكن كانت منهكة جدا. الحرب كشفت ضعفها واتفتحت عليها جبهات من كل اتجاه، جبهات في القوقاز وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا. وبعد الحرب الإمبراطورية العثمانية كلها وقعت والخريطة اتغيرت بالكامل. نيجي بقى للنهاية، سنة 1918 ألمانيا تعبت، الجيش انهار، الاقتصاد وقع، والناس جاعت، والثورة اشتعلت في الشوارع. وفي يوم 11 نوفمبر 1918 الساعة 11 الصبح الحرب توقفت رسميا. 4 سنين حرب انتهت في لحظة واحدة. وبعد الحرب مؤتمر فرساي 1919 والمعاهدة الشهيرة اللي الدنيا كلها لحد النهاردة شايفاها ظلمة جدا لألمانيا، خدت منها أرض، فرضت عليها تعويضات ضخمة، قللت جيشها، والإهانة السياسية، الإهانة اللي هتولد بعد 20 سنة راجل اسمه أدولف هتلر وحرب عالمية تانية. لكن قبل ما نمشي خلينا أقولك تأثير الحرب الكارثي، حوالي 20 مليون قتيل، أكتر من 20 مليون مصاب، انهيار 4 إمبراطوريات، الإمبراطورية الألمانية، الإمبراطورية الروسية، الإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية العثمانية. اقتصاد أوروبا انهار، مدن اتدمرت، أجيال كاملة فقدت مستقبلها، والعالم اتغير حرفيا. حدود جديدة، دول جديدة، نظم سياسية جديدة، وحالة من الغضب والمرارة هتولد الحرب الأكبر في التاريخ. هنا لازم نقول الحرب العالمية الأولى مش مجرد حرب، دي بداية عصر جديد، عصر التكنولوجيا المميتة، عصر التحالفات، عصر القرارات اللي غيرت حياة الملايين. دي الحرب اللي علمت العالم إن أي رصاصة ممكن تخلي كوكب كامل يولع في لحظة. وفي النهاية لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لكم كل خط جديد.